السلام عليكم. النهاردة هنعمل محشي الكرنب من الألف للياء، وطبعا اللي مبتدئين جديد هعرفكم ازاي تسلقوا المحشي من غير ما يتهري منك، وكمان هنعمل التخديعة المظبوطة ليه، وكمان هقولك على سر التسوية اللي يخلي الرز معاكي يكون مفلفل وما يكونش معجن خالص. اول حاجة هنجيب الكرنب بتاعنا وهنشيل الورق كله كده، بس اول حاجة هنجيبه كده من النص ونقوره التقويرة دي لحد تحت. تمام، هتلاقي كل الورق بيطلع معاكي بكل سهولة. يعني طلعي الورقة كده وهزي الكرنباية بالشكل ده، هتلاقي الورق بيطلع معاكي بكل سهولة. بس اهم حاجة ان انت تقوريه كده بالشكل ده. تمام، جبت حلة وحطيتها على النار وضفت عليها كمية حلوة من المية، وكمان حطيت معلقة صغيرة كده من الكمون المطحون. هبتدي ان انا احط الورق الكرنب. اهم حاجة لما تيجي تحطي ورق الكرنب ما تخلوش كتير، يعني ثواني، يعني ثانية اتنين بالكتير، وطلعه على طول عشان ما يتهريش منك. تمام، دي اول خطوة. شايفين انا حطيته اهو. اول ما يبتدي الورق كله يبتدي ان هو يدخل على المية، ويبتدي ان هو بصي تحس ان هو خلاص. شايفة عامل ازاي؟ تقومي مطلعاه على طول، ما تسيبوهوش تقولي مثلا ايه ده لسه هسيبه دقيقة. لا، الورق الكرنب من الحاجات اللي هي ما تستحملش السوا خالص. يعني يا دوب تحطيه كده وتنزليه وتطلعيه على طول. تاني مرحلة ان انت تحطيه على صينية كبيرة وتهويه الشكل ده، عشان لو حطيتيه فوق بعضه بالتالي هو كده بيكمل السوا بتاعه، فممكن ان هو يتهري منك فما تعرفش ان انت تحشيه. تمام، هكمل بقى كل المحشي بالطريقة اللي انا قلتها عليها. يعني اول حاجة احط كده واطلع على طول وهوي بالصينية بالشكل ده. تمام، هنيجي بقى عندي التقطيعة دي انا معتمداها من زمان، والتقطيعة دي يعني طريقة امي يعني انا متعلمها منها. تمام، الطريقة دي سهلة جدا عن طرق كتير. باخد الورق وابتدي ان انا اقطع العيدان، انا مش عارفه انتوا بتسموها ايه، وابتدي ان انا الفها رول بالشكل ده. التقطيعه دي سهله جدا، وابتدي ان انا اقطع المحشي بتاعي بالشكل ده. تمام، هجيب اي طبق وابتدي ان انا احط فيه. انا هعمل كذا واحده معاكم عشان تعرفي تقطعيه بكل سهوله. هاخد واحده تاني اهي، وابتدي ان انا اقطع العيدان بتاعه. طبعا العيدان دي ما بتترميش، في ناس بتخللها وفي ناس بتاكلها كده، انا بحب اكلها كده بتبقى طعمها حلو قوي مسكر. وابتدي ان انا الفها رول بالشكل ده. تمام، وطبعا الورقه معاكي حسب التقطيع. بصي دي ادي واحد اتنين، دي هتتقطع على اربع وحدات. في ممكن ورقه اكبر من كده ممكن تتقطع على 5 حسب الورقه، لو كبيره قوي ممكن تتقطع على 5. تمام، هعمل لك واحده كمان اهي. هبتدي ان انا اخد واحده واشيل العيدان بتاعها، وكمان هظبط الورق بالشكل ده اهو. طريقه سهله جدا جدا، مفيش اسهل من كده. وابتدي ان انا الفها رول بالشكل ده اهو. اهي بس كده خلاص. اعتمدي بقى الطريقه دي لان الطريقه دي سهله جدا. هقطعها كده بالشكل ده. لو وصلت لحد هنا يا قمر ما تنسيش تعمل لايك واشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد باذن الله. تعالي بقى ايه، انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو، هعمل بقى الكميه دي كلها. تعالوا بقى نعمل التخديع. عندي هنا حلة على النار، نزلت بكمية حلوة جدا من الزيت، ولو عايزة تخلي الطعم زيادة حطي معلقة سمنة كده بلدي. تمام، ودوت اللي انا ضفته على الزيت. تمام، جبت بقى بصلتين كده كبار حلوين، يكونوا كبار حلوين كده، وقطعتهم صغنن كده. وبعدين هبتدي ان انا اقلب لحد ما ياخد معايا لون ذهبي كده ويكون مصفر شوية. تمام، هبتدي ان انا اقلب لحد ما يصفر معايا اهو. خلاص كده
اصفر معايا بالشكل ده. عندي بقى عصير الطماطم. عصير الطماطم آآ نزلت بعصير الطماطم ضربته على الخلاط، وكمان حطيت عليه نُص قرن كده فلفل اللي هو spicy اللي هو الحراق. طب أنا لو عندي أطفال ومش عايزة أحط حراق، ممكن تحط اللي هو الفلفل العادي اللي هو مش spicy خالص، بيدّي طعم حلو أوي للمحشي، تمام. نزلت بالصلصة وحطيت التوابل بتاعتي ملح وكمون وفلفل أسود وكمان توابل المحشي. طب أنا لو ما عنديش توابل المحشي هننزل بمعلقة صغيرة كده من الكزبرة. هاسيب الخلطة لحد ما تتسبك كويس، شايفين. تاني حاجة جبت الرز بتاعي ونزلت بالخضرة. الخضرة ايه هي؟ كزبرة وبقدونس وشبت، قطعتهم صغير بالشكل ده وابتدي ان انا انزل. اول حاجة مسكت الرز الخضرة قلبتهم الاول على ايدي، وبعدين نزلت بالصلصة بتاعتي. عايزة اقولك ان هي واخدة لون خطير، انا عايزة اقولك ان الكاميرا ظلمها جدا، هو احمر من كده بكتير وطعمه حاجة كده ما شاء الله. دوقي المحشي لو انت عارفة التتبيلة خلاص ظبطت معاكي. طب انا لو انا مش عارفة التتبيلة مش مظبوطة مثلا، دوقي وشوفي لو ناقص ملح ناقص فلفل اسود كده. حشيت بقى بالشكل الحلو ده وخلصت الكمية، شايفين ما شاء الله. تعالوا بقى عن الشرب. عندي شوربة لحمة هنا، لو انت عايزة تزودي على الشوربة معلقة صلصة زودي، مفيش اي مشكلة، بس انا عندي المحشي كان ما شاء الله مش عايز صلصة خالص. شايفين انا حطيت صباعي كده خلاص، هي كده مظبوط. اهم حاجة ما تزوديش عن كده في الشوربة، يعني ما تقوليش ان انا ازود، لا هيتهري منك، مش هيبقى مفلفل خالص، يا دوب بس تغطي المحشي وخلاص. نيجي بقى كده، انا فتحت الغطا اهو، خلاص كده قرب يتشرب، فاضل حاجة بسيطة جدا من الشوربة ويتشرب. هوطي النار عليه واسيبه. خلاص كده انا غرفته، شايفين ما شاء الله واخد لون حلو جدا جدا. هقطع لكم اهو، شايفين بص مفلفل مش معجن خالص، وكمان لونه محمر عن كده، بس انا عايزه اقولك ان الكاميرا ظلمه خالص. هفتح لك واحده كمان هوريكي بس الرز عامل ازاي مفلفل خالص، شايفين حاجه كده ما شاء الله. يلا اعملي الطريقه دي وان شاء الله يطلع معاكي زي العسل. مع السلامه.